اذا انت مطلوب صلاة قضاء ما في الذمة او عندك ميت وتريد تصلي له، شلون تخلص هذا القضاء بطريقة سريعة؟ مبدئيا لازم تخلي ببالك انه موضوع قضاء الصلاة هو موضوع جدا سهل. التسويف والكسل وضيقة الوقت والتصور السلبي اللي زرعه لك الشيطان اللعين هذا كله يروح بالخطوة الاولى. يعني انت اول ما تتوكل على الله وتنوي انه راح تصلي قضاء ما في الذمة، الموضوع كله يسهل عليك. كلنا نعرف انه الصلوات هي 5، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. نخلي بصفها 5 ايام. اليوم الاول نصلي 30 مرة صلاة الفجر، اليوم الثاني نصلي 30 مرة صلاة الظهر، اليوم الثالث نصلي 30 مرة صلاة العصر، اليوم الرابع نصلي 30 مرة صلاة المغرب، اليوم الخامس نصلي 30 مرة صلاة العشاء. انت خلال هاي ال5 ايام راح تخلص قضاء مال شهر كامل، وخلال شهر راح تخلص قضاء مال 6 شهور، وخلال 6 شهور راح تخلص قضاء مال 6 سنوات. هسه انت تقول انا صاحب عمل، صاحب كذا، وما اقدر اصلي هذا العدد، ما اقدر اصلي 30 يوم، صلي 20 طبيعي، صلي 15، صلي 10 ايام. انت حاول تضغط على نفسك وتصلي اللي تقدر عليه. طيب يصير اصليهن باي وقت؟ كلش طبيعي. صلي صلاة الفجر بالليل عادي، صلي صلاة الظهر بالليل، كلش براحتك، شلون ما تحب تصليها صليها. ويا رب التسهيل إلنا وإلكم. لا تنسونا بالدعاء.